مستقبله ضاع وبإيدين مدربه. هيك ممكن تكون النهاية للحارس التشيكي أنتونين كينسكي ابن 23 سنة، اللي بس ب 15 دقيقة دخل التاريخ من أضيق أبوابه بأول مشاركة له بدوري الأبطال. 3 كوارث و3 أهداف، والسبب غلطتين قاتلتين من كينسكي كلفوا الفريق كتير، والنتيجة مدربه إيغور تودور سحبه من الملعب بقرار بيذبح أي لاعب. والمصيبة إنه طنشه تماماً وهو طالع عم بيبكي، وحراس كتير طلعوا دعموه مثل بيتر شمايكل وقال له بالحرف ولو ما بتعرف قصة كينسكي، بدأ بحلم كبير، كان بده يكمل طريق أبوه اللي كان حارس مرمى بالأساس، وصار تاني أغلى صفقة بيع بتاريخ سلافيا براغ. موهبة كبيرة وتوقعات خيالية، بس كله تبخر بلحظة ضغط بالمتروبوليتانو. وعلى فكرة كينسكي مش الأول، في حراس كتير عملوا أخطاء كارثية دفنت مسيرتهم تماماً، وحراس صار معاهم العكس، مثل كاريوس حارس ليفربول السابق اللي جاب العيد بنهائي الأبطال بعد ما تسبب بجولين ضد الريال، ومن وقتها ولا حدا رجع وثق فيه. وفي حراس مثل كورتوا اللي أول ما إجا على الريال كان شفاف وبيدخل فيه أي جول، واليوم شايل مدريد على كتافه حرفياً، وهو اللي ما عم بيخليهم يطلعوا بفضايح. فهل رح يرجع كينسكي يوقف على رجليه بعد هاي الصدمة، ولا هاي كانت آخر مرة بنشوفه فيها؟